احنا جينا الحلقه دي بجد واحنا مش موضبين اي حاجه، اساسا انت قلت ايه ده، انا بس هاتوني بقى في البودكاست ده وانا هقعد اتكلم. هو قال هاتوني في البودكاست ده. والله هو اتحايل علينا طبيط، ما احنا اللي جايبينه، هو اللي اتحايل علينا قال انا عايز اطلع معاكم ومش عارف ايه وشهروني والكلام ده. قريبا وحصريا على شاشات الدراما تلتقون مع تامر فرج وعمرو رمزي. لا قول لنا التنويه بتاع المسرحيه بتاع طيب وامير. اللي هو يرفع الستار بعد 3 دقائق. عشان الناس كانت بتسال مين بجد اللي بيقول مين اللي كان بيعمل كده في المسرحيه. كنت انا اللي بعمله. طب وفاكر لما قلنا عايزين نعمل التنويهات بتاعت يرفع الستار بعد 3 دقائق، اقعدوا في اماكنكم مش عارف ايه بتاع الكلام ده كله. لما قلنا ان لو تخيلنا ان الفنانين الكوميديين بقى هم الفنانين بشكل عام يعني هم اللي بينوهوا على المسرحيه طيب وننزل بالتنويهات دي جوه المسرحيه جوه المسرح عادي. لما رحنا مين مثلا يعني مثلا اللي هي احنا قلنا يرفع الستار بعد 3 دقائق. لو مثلا الاستاذ سمير غانم كان هيقولها هيقول لك الجمهور اللي منورنا الستاره الحلوه دي هتترفع بعد 3 دقايق. كان هيقولها كده. الاستاذ يوسف داوود كان هيقولها ازاي؟ الستاره الحلوه دي هتترفع بعد 2 دقيقتين. اضف مكانكم بقى مش عايزين ده. مش بيتكلم في الموبايل والموبايل بيتكلم. الجمهور لو سمحتوا مش عايزه موبايلات في الصاله، كل واحد يعمل تليفونه سايلنت او يقفله خالص ومش عايز اسمع الصوت. والله يا ريتنا كنا عملنا كده. المصحف كانت هنكلم ياسر الطبجي واخد بالك في الاعاده بقى كانت تبقى حلوه جدا. لازم مسرح الكوميدي يبقى التنويه بتاعه بطريقه كوميديه. مسرح الكوميدي يبقى نكد على الناس ده. يبقى لازم يبقى العكس تماما وبتاع. رايك كيف المسرح يا استاذ عمرو؟ لا المسرح ده عشقي. ما انا اللي انا مستغربه يعني انا دخلت تجربه المسرح وانا والراجل الطاهر ده ويعني ما استحملناش كتير تمام في المسرح القطاع العام بوجه خاص يعني. فانت مكمل وانت سابقنا اصلا بكتير قوي يا عمرو. ايوه انت ايه كبلة البعيد في ايه بالظبط يعني بتستحمل انت وبتقاسي وحاجات ما هو انت قلت بس حاجه مهمه بس عشان انت قلت هو قال لك ده عيش ايه وهو الناس بتحب تشوفه في المسرح. انا رحت اسكندريه واتفرجت على رحت له اسكندريه مخصوص وده مستغربه جدا يعني. انت رحت له مخصوص اسكندريه صاحبي يا جدع. انا ما رحتلوش مع صاحبي يا جدع ما عشان الناس تعرف الفرق. انا اروح له ليه عشان تعرف الناس الفرق. ليه يا عم بشوفه في التلفزيون. عرفت مين اللي بيصبغ؟ الصبغ جميل. لا والله انا بعشق المسرح اصلا. وبعدين انت بتقولي ايه اللي بيخليك كده؟ انا بسمي المهنه بتاعتنا دي مهنه المتعه والعذاب. الله عليك. شو زي الجريمه والعقاب نفس هي المتعه والعذاب. ان انت ممكن تقعد تصور او يعني انا المسرحيه بتاعتي كنت بعرف في اسكندريه ورحت اسكندريه عملت بروفات. فانت ايه اللي بيخليك تستحمل ده؟ والعائد المادي من مسرح الدوله بيبقى قليل. شوف الواد مؤدب برضه قال لك العائد قليل. أيوة. لا العائد مش قليل. يعني خلاص امسح دموعك كت يا جماعه وامسح دموع الفنان عشان العائد. فانت بتعمل ده ليه؟ انت عشان حابب الموضوع. اوكي. انت حابب الحاله ان انت بتشتغل في تجربه مسرح مع كل ممثلين مسرح اسكندريه وانت اللي جاي من القاهره. فهم في الاول كانوا اللي هو ايه مين اللي جاي علينا؟ قال لي ده فرقه تقيله. فرقه تقيله قوي قوي. مسرح اسكندريه عتاوله. فهو بالنسبه لهم ان انت تيجي حد من القاهره يبقى بطل المسرحيه فاللي هو يعني انت مش شايف حد فينا يعني. فانا داخل بمنطق ان احنا كلنا زي بعض. احنا داخلين نتبسط. احنا داخلين نبسط الناس. مفيش حد نجم على حد. يعني انا كان في ولد والله العظيم يا عمرو اسمه يوسف. كان اسم الشهرة بتاعه بامسي. بامسي ده كان من مساعدين الاخراج. وفي مره نزلت لقيته واقف على السلم اتقابل بيشرب سيجاره على السلم واقف عامل كده. احنا بنقول للابو بامسي انه بيشرب سجاير. ايوه عارف. بحب بس الملحوظات دي. قلت له ولا يا بامسي وانا عارف ان هو بيحب التمثيل. قلت له بقول لك ايه عندك فانيلا مقطعه؟ قال لي قلت له طب تعالى لي بكره بيها يعني والبسها تحت. فاستاذنت المخرج في مشهد في الحاره في ناس بتخش وما بيقفوا ما بيتكلموش كده وبعد كده بيخرجوا اللي كانوا على الدرع اليمين دول. ايوه. قلت له بس استاذنت المخرج. قلت له بعد ما يخرجوا انا عايز ده يقف لوحده كده ماسك السيجاره دي كده. قال لي تمام. خرجوا. فقلت له يا بامسي هقول لك يلا حبيبي توكل على الناس. خرجت.
فهو ماسك سيجاره كده، قلت له يا بمسي هسالك اقول لك الاصطفه دي اسمها ايه؟ هتقول لي اسمها اسف مش هشرب تاني. فهو الواد راح معلي قال لي ممكن يا ريس تقول لي طب ما تجرب تبطل؟ هقول لك جربتها ما عجبتنيش. ايوه. فالناس اول يوم بدات تضحك، فالواد اتبسط. فبعد شويه المنطقه بدات تكبر اللي بدا فيها ضحك. في ممثلين تانيين ممكن يتضايق ان المشهد جاي ضحك منه، بالعكس انا كنت بفتح له واخليه يقول بقى ببسط. هو ده الفنان، هو ده الفنان اللي جواك ده، هو ده. يا ساتر على ده وش، يا ساتر. عرفت مش هو اللي مضرب عن الجواز والله العظيم. لا هو الجواز هو مين اللي تصطبح بالخلقه الجواز هو اللي دي؟ مضرب عنه. يا سيدي يلا لم يلا بابا يلا اتكل على الله، كفايه عليك قوي كده. يلا شكرا، شاكرين قوي. اطلع بقى اقفل لنا اطلع بمناسبه انتهاء 2024 وداخلين على سنه 2025، يا رب سنه 2025 تكون سنه خير وصحه وسعاده، مش على تامر فرج لوحده ولا على عمرو رمزي لوحده، لا علينا كلنا وعلى أمة المسلمين وعلى الشعب المصري كله. 2024 راحت مع ألف سلامة بحلوها وبوحشها، يا رب 2025 راحت بوحشها مش بتقال بوحشها. 2025 تكون سنة حلوة علينا كلنا، ويكون فيها حلو بس ما يكونش فيها وحش. كان معكم عمرو عبد العزيز. يلا حبيبي توكلوا على الله، يلا بابا يلا مع السلامة. لا بلاش خدي ولا ايدي.